السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أميرة أبو زيد. هنعمل مع بعض النهاردة الليمون المخلل المعصفر بطريقة سهلة جدا وبسيطة تقدر تحتفظ بيه طول السنة، وكمان خصوصا ان احنا بنحب المخللات جدا في رمضان عشان العزومات. فببدأ اجيب هنا الليمون، بختار الليمونة اللي لونها اصفر. بعد كده بجيب الليمون واغسله وببدأ افتحه من فوق زي ما انتم شايفين كده 4. بفتحه 4 علشان تكون ان هي تدخل كل المكونات اللي احنا هنحطها عليه تدخل جواه وتديله طعم ولون شكله حلو. كمان بجيب هنا الليمون وبفضيه في بولة، وبجيب كيس ملح 400 جرام، باخد 300 جرام هوزعه كده على الليمون. تمام كده. بعد ما حطيت 300 جرام من الملح بسيب 100 جرام كده، هقول لكم احنا هنعمل بيهم ايه. هجيب هنا بقى عصفر بنشتريه من عند العطار، بحط هنا معلقتين كبار مليانين من العصفر، بيبقى لونه كده اورنج وشكله يعني مشعر كده شوية زي اللي هو الزعفران. بحط هنا نص معلقه كبيره من حبه البركه، ومش هكتر من حبه البركه لان حبه البركه لو زادت عن كده بتخلي الليمون يسود وبتبقى مش لطيف ولونه بيغمق جدا وبيبقى مش حلو. بعد كده جبت هنا 100 جرام حوالي 10 قرون من الشطه الحاميه اللي هو السبايسي، فلفل قطعته شرايح كده رفيعه. وبعدين جبت معلقتين كبار من الفلفل الاحمر، كان عندي متفرز فحطيته مفروم عشان برضو يدي لون وشكل حلو لليمون. وحطيت 100 جرام برضو من الجزر. جبت هنا جزرية كبيرة بشرطها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وخدت كل المكونات دي كده وقلبتها على الليمون عشان الليمون كله يبقى فيه كل التوابل والحاجات اللي احنا حطيناها دي. بعد ما قلبت الليمون حطيت الليمون في البرطمان، وحطيت هنا ربع كوباية من الزيت، وبرضو مش هنكتر الزيت عشان من اسباب فشل الليمون الزيت الزيادة. بعد كده بجيب بقى المية واشوف المية البرطمان هياخد مية قد ايه. انا هنا ما بحطش المخلل، ما بحطش المية الاول وبعدين اضيف المخلل، لا انا بحط المخلل الاول وبشوف البرطمان ده محتاج مية قد ايه. وزي ما انتم شايفين كده انا ما بحبش املى البرطمان لان اصلا اي حاجة مخللة بتطلع من الملح بيخليه ينزل السوائل اللي فيه. فهنا حطيت المية اقل شوية لان بعد كام ساعة بنلاقي البرطمان بيوقع في الارض. تمام كده. بعد كده جبت كيس تلاجة وبقيت احط هنا 100 جرام الملح المتبقيين، وبحطهم كده لانه بيبقى حماية للبرطمان، ما بيبقاش فيه اي ريم، ما بيبقاش فيه اي حاجة خالص تتلف المخلل، فبحطه كده عشان يكون مادة حافظة بالنسبة لي للمخلل. وبعد كده بقفل البرطمان كويس جدا، وهجيب بولة او طبق او اي حاجة احطها تحت البرطمان عشان لو في اي سوائل ولا حاجة زيادة بينزل في البرطمان، سوري بينزل في البولة.